سيناء ما زالت منزوعة السلاح، في قوات محدودة مصرح بها داخل سيناء. غير مسموح بأن يكون لنا طائرات أو مطار حربي داخل سيناء. غير مسموح لنا أن يكون لنا دفاع جوي صاروخي. دفاع جوي اللي هو بيعذب إسرائيل وبيخوفها، ممنوع من دخول سيناء. فيبقى هذه القوات ما قيمة هذه القوات؟ قوات تعتبر رهيبة. اتفاق السلام المبرم بين الطرفين عام 79 على تحديد حجم ونوع السلاح والقوات المصرية في سيناء، حيث تم تقسيم شبه الجزيرة إلى 3 مناطق. الجزء الأول ويعرف بالمنطقة ألف يبدأ من قناة السويس وحتى أقل من ثلث مساحة سيناء، وفيه يسمح للقوات المصرية بالوجود بحجم 22 ألف جندي و230 دبابة و480 ناقلة جند. أما المنطقة ب وهي منطقة شاسعة تبدأ جنوبا من حدود شرم الشيخ لتصل إلى العريش، وتمثل وسط سيناء بالكامل أو معظمه. وتنص الاتفاقية أن تلتزم مصر في هذه المنطقة بحد أقصى من التسليح بأكثر من 4 كتائب من حرس الحدود يحملون بنادق خفيفة فقط. أما الجزء الثالث فيعرف بالمنطقة جيم، تضم الشريط الحدودي كله بالإضافة لهضاب منطقة وسط سيناء ومدينتي طابة وشرم الشيخ الاستراتيجيتين، ومدينة رفح المصرية التي تعتبر بوابة قطاع غزة. وحسب الاتفاقية من غير المسموح لمصر نشر قوات عسكرية فيها، ويسمح بحركة المراقبين الدوليين بالإضافة إلى عناصر الشرطة المدنية المصرية.